السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافة محبي ومتابعي قناة تربية الحيوانات. مثل ما تشوفون اليوم احنا بالمزرعة وزرعنا يعني شعير وغير نوع من الجيت، ولكن ما صار رزق انه يطلع صورة تامة وصورة صحيحة، واحنا ما راح نتوقف لانه الحياة دائما هي باستمرار. فان شاء الله راح نستمر وياكم بالعمل. اليوم احنا عندنا هذا اللوح اللي تشوفوا عريض هناك طويل هناك الاخر، ما راح بعد نستخدم او راح نزرع الطش، يعني البذورات مثلا انواع الخضروات انواع فشي. احنا ممكن جت نرجع نعاود فترة زراعته بالشهر الثالث، اعتقد الرابع ان شاء الله الثالث، هم راح نوفر مكان ونزرع جت، لان جت نحتاجه كعلف للحيوانات بصورة عامة. بس اليوم احنا راح نسوي هذا من هنا امطان يسموه، يعني امطان او جواو، حتى شني راح نوصل للاخر، حتى شني ان شاء الله عندنا فكرة انه نزرع البانية. نزرع البانية زراعتها بسيطة وان شاء الله خير وبركة. هماته اذا صار فايض عندنا ممكن نبيعه، وممكن نخليه للاقرباء والاهل زين، وممكن انه يعني نخزنه بالمجمدة مثل ما تقولون. فزراعة الباني ان شاء الله ما بقى شيء عن قريب ان شاء الله، حتى شني قاعد نوفر الارض والمكان الصحيح حتى شني نزرعها. هذا راح يوصل لهناك الاخير ذيك النخلة مثل ما تشوفون ويبعد عنها. هذا من هنا امطان واحد، والامطان الثاني اللي راح نشتغل به همات ان شاء الله. احنا بعد تعرفون الفراغ شوي قاعد يسبب لنا مشكلة، انه الدوام وفراغ ماكو، فنضطر انه بيوم استراحتنا وفراغنا نجي نكمل العمل. هذا من هنا همات مثل ما تشوفون. همات هنا سبق وان نشرت لكم انه زرعنا بعض الخضروات اللي ما توفقنا بها بسبب الطير وبسبب التربة والمتابعة، فما توفقنا بها. هذا شيء بسيط طالع من السبزي بينه هواي بذورات وبس ما صارت. هنا همات راح نسوي امطان، منا راح يجي هيك يطلع قبل جاي من السياج. همات راح نسوي امطان، هماته نحفر منه امطان شي يطلع شلون هذا مثل ما تشوفوا. البعض ما يعرف انه الامطان او فشي مثل هذا الشق، هذا يسموه امطان، ينزرع بيه على الجوانب. فاحنا ان شاء الله راح نكمل هذاك الصفحة هاي ما راح نزرعها، ما راح نسوي هاي ان شاء الله. راح نسوي فد شيء مرتب، يعني انه للعب دورات، يعني نسوي سباق بي، يعني الركوب اني والساده اولاد اختي ان شاء الله والاصدقاء مثلا والاولاد. فهذا راح نسوي فد شيء حلو، يعني منا راح يصير زرع ومنا راح يصير زرع. وان شاء الله يعني نحاول انه ما ننقطع عن هذا العمل، لانه شويه صار عندنا انقطاع عنها، والدوام مشكلة الدوام. ولو ان شاء الله ما بقى شيء ان شاء الله، يعني ايام معدودة ونطلع تقاعد، حتى راح نظل هنا نحصل المكان. احنا هدفنا الاول والاخير انه نربي حيوانات هنا، وهاي ممكن نخليه يعني للزراعة للسياحة. احنا يعني نجي احنا واهلنا واصدقائنا هنا نجي. فان شاء الله احنا مستمرين وياكم وراح نباشر. احنا باشرنا الحمد لله والشكر، وانه ماكو شيء يكمل بيومه. تعرفون يعني شوية احنا عندنا حتى اصدقائي واخوتي والسادة عندهم شغل، ولا هم كانوا اليد الضاربة عندي هنا بالبستان بالمزرعة. يعني من فضل الله كل هذا اللي سووه هم، مساعدة اولادي ومساعدة اخوي ابو علي والسادة. فكل هذا ان شاء الله هم ساعدهم فترة مرحلة بناء، ان شاء الله يكملون ويرجعون هنا هذا المكان، ونرجع نكمل مشوارنا بالشوي والطبخ، لان ابو علي عندنا طبخة كلش طيب. ان شاء الله اذا جينا وهاي نسوي لكم، حتى لو نسوي لكم بث مباشر ان شاء الله. ان شاء الله راح نستمر وياكم. العامل الاول الاساسي انه نحيي الارض نرتبها،
وإن شاء الله مستمرين وياكم بهذا الترتيب والخدمة إن شاء الله. هذا بقى شوي عندنا رطب راح ما تسا نكمل نشلعه لأن انتهى وقته، ونوفر لهن يعني أسمدة أو مداراة متابعة للنخل حتى شنو إن شاء الله الموسم الجاي يكون أفضل بالإنتاج. شكرا، تحياتي لكم، مع السلامة. وهذا شغل اليوم، يعني تقريبا أقل الساعة كملنا، بس ما راح نستمر بالعمل، عندنا غير أمور راح نسويها، وراح نقعد نرتاح شوي، ناكل رمان وبعدها ناكل تفاح. وهذا شغل اليوم، هذا مثل ما تشوفوا هذا المطان اللي قلنا عليه، هذا راح يستمر مثل ما تشوفون، راح يستمر للأخير هناك بالأرض همات راح يصير مطان ثاني حتى نقدر نزرع بيه. بس هسه احنا راح ناخذ راحة وعندنا أمور ثانية راح نشتغل بيها، ومكانكم خالي عن رمان وتفاح وتمر، باقي كم قطعة بالأثق بربن. إن شاء الله نتمنى لكم موفقية.